تقول ليش أنا بالرغم من أني أقرأ الأذكار صباحا ومساء وقبل النوم أتعوذ من الشيطان 3 إلا أني أحلم بأحلام مزعجة وكوابيس. والله لها مدلولات. أولا لابد من استحضار أذكار الصباح والمساء، ما يقول الإنسان يهدها لابد من استحضار معانيها. الشيء الآخر الله يحفظك، الأذكار قبل النوم تكون على طهارة، على وضوء. إذا كان الوضع المرأة يختلف طبعا، ما تستطيع بعذرها الشرعي، هذه يختلف لها أحكامها. تنامين على الشق الأيمن، تقرأين أذكار الصباح والمساء، تقرأين أذكار النوم ويدك مفتوحة على هيئة الدعاء، تمسحين رأسك إلى ما استطعت من جسدك مستحضرها معانيها. بعدها بإذن الله تعالى تحاول أنك تخلصين من التفكير في الأحلام الكوابيس طول يوم، كانت تفكرين فيها بإذن الله تنسين. إذن هي لابد من استحضار معاني أذكار الصباح والمساء، يعني وانتي تقرأين أذكار الصباح تستحضرينها، ما تهذينها هذا بدون تأمل بدون اهتمام كلها بس لأجل أداء أذكار، لا، لابد أنك تستحضرين. الشيء الثاني لابد من كذلك تكون على طهارة والنوم على الشق الأيمن. قبل النوم على الشق الأيمن تقرأين أذكار النوم وتمسحين ما استطعت من جسدك كله إلى ما استطعت، يمكن إلى الأفخاذ أو البطن. بعدها حلمتي خلاص الصباح ما تتذكرين، تحاولين تناسين، تعوذين من الشيطان الرجيم ولا تذكرينها، وبإذن الله ما راح تأتيك هذه الأحلام والكوابيس المزعجة.